ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه واخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ في وسط زحمه الاعمال اللي بتتعرض الفتره دي بيتعرض مسلسل اسمه كارثه طبيعيه، المسلسل اللي بيرجع محمد سلام كنجم الساحه الاول حرفيا. فتعال نتكلم حبه عن مسيره سلام واقول لك ليه محمد سلام هو جوكر السينما المصريه. قبل ما نبدا الحلقه ونحكي في المسيره، انا عايز اقول لك ان انا مش هحكي عن كل اعماله، انا هحكي عن اللي انا شفته بس. صراحه مش حابب ازود وقت الحلقه واقعد اهري في حاجات انا ما شفتهاش يعني. المهم يا سيدي، ان اول ظهور سينمائي لمحمد سلام كان سنه 2006 في فيلم الرهينه. شايفك وانت مستغرب، فتعالى الحقك بسرعه واقول لك ان هو فعلا ظهر في الفيلم، وما كانش لوحده كمان، ده ظهر معاه محمد فراج. بس الحقيقه يعني هم ما خدوش ادوار، الاتنين كانوا كومبارس صامت. دي مش خطوه مهمه اطلاقا، المهم ان بعدها بثلاث سنين في 2009 بيشارك في مسرحيه اسمها قهوه ساده. حرفيا دي مش مجرد مسرحيه، دي طلعت جيل كامل متكامل زي اللي عمله صعيدي في الجامعه الامريكيه كده. المسرحيه دي طلعت ناس زي محمد سلام ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد ثروت وغيرهم كتير قوي. المسرحيه دي حققت نجاح مبهر، ونجومها بداوا يتخطفوا ويشاركوا في اعمال كتير قوي، اللي طبعا كان منهم محمد سلام. وفي نفس سنه المسرحيه بيشارك في فيلم طير انت مع احمد مكي، عمل دور لذيذ فشخ بصراحه. يمكن اكتر مشاهد ليه علمت معايا مشهده في قصه الكبير. حرفيا المشهد ده مشهد ايقوني وكل شويه بفتكره وبقعد اضحك. قتلتني. طب على فكرة مرة الكبير كانت كلب. بعدها بسنة في 2010 بيعمل عملين. أولا مشهد صغير في فيلم لا تراجع ولا استسلام، مشهد عادي ميزته الوحيدة يعني إن هو بيعرفك على كينونة شخصية أدهم اللي كان عاملها أحمد مكي وقد إيه هي شخصية جامدة. بس في رمضان سلام يعمل أنجح شخصياته في الجزء الأول من الكبير أوي. هل حد ينكر إن هجرس ده كاركتر عبقري؟ لا بجد عبقري، وسلام ابدع فيه، واللهجه بتاعته اللي في الجيم دي اغرب لهجه في تاريخ السينما عامه. بعد النجاح اللي عمله في 2009 و2010، في 2011 بيعمل فيلمين ومسلسل. اول فيلم يعمله كان فيلم سيما علي بابا مع احمد مكي برضه، لو واخد بالك فلحد دلوقتي في سنتين ده التعاون الرابع. حرفيا محمد سلام في الفيلم ده اقوى من قدم دور الفار في السينما المصريه، عشان هو الوحيد اللي عمل فار يعني. وعامة انا بحب الفيلم ده وبشوفه فيلم اندريتد جدا والناس مش بتحبه، معرفش ليه. تاني فيلم عمله كان فيلم شبابي اسمه اي يو سي، فيلم في منتهى الصياعة وفيلم روش فشخ يعني. الفيلم ده اروش بكتير من ان هو يكون اتعمل في 2011، وفيلم حلو وبيناقش مشاكل التعليم. انا شفت الفيلم ده اليوم اللي طلعت فيه نتيجة الثانوية العامة، وبجد كنت ميت ضحك عليه يعني. في نفس السنة بيشارك في مسلسل الكبير الاتنين اللي تألق سلام استمر فيه يعني كالعادة. وفي 2013 و2014 بيعمل الكبير 3 والكبير 4. بس لما تيجي 2015 يعمل فيلم كابتن مصر مع محمد امام. عموما انا بعشق الفيلم ده وبحب شخصيه محمد سلام جدا، والباك ستوري بتاعها حلو قوي. فيلم ايقوني بصراحه، ومن احلى الافلام المصريه اللي اتكلمت عن الكوره، ومختلف عنهم كلهم كمان. وفي 2015 برضه بيعمل مسلسلين. اولا الكبير 5، انا عموما زهقت من كتر ما قلت كلمه الكبير في الفيديو ده، ولسه هقولها قدام كمان فكفايه يعني. وبيشارك برضه في مسلسل لهفه اللي كان من بطوله دنيا سمير غانم. يا جماعه مرتديلا يعني، مين يقدر ينسى الدور ده؟ من الادوار الحلوه قوي لسلام، ومن الحاجات اللي كانت رافعه المسلسل هو دور سلام اصلا. 2016 بيشارك في انجح اعماله على الاطلاق، مسلسل نيلي وشريهان. طبعا محدش يقدر ينسى افيهات هاني الدبدوب وقد ايه كانت جامده قوي. دور من اهم اضافات المسلسل، كان معلي منه الكيمياء بتاعته مع كل الابطال كانت عظيمه. الفرضيات والافيهات اللي هو كان بيطلعها لوحده حتى كانت في الجون دايما. دور حلو في مسلسل ايقوني لسه عايش، واسم الشخصيه لسه في دماغك، فده دليل نجاح يعني. وبرضه شارك في فيلم جحيم في الهند مع محمد امام، اللي تخيل ان هو عمل فيه قصه حب مع غوريلا، بس في نفس الوقت كان من اكتر لاينات الفيلم اللي فيها ضحك وبتموت من الضحك حرفيا. وتيجي 2017 ويشارك في مسلسل في لا لا لاند مع دنيا سمير غانم برضه. تقريبا كان اسمه باسم باشا بلسم، الشخص المدعي الاوفر اللي سلام ابدع في تقديمه بالنسبه لي. هو حرفيا شخص عبيط ما صدق يبقى صاحب سلطه قدام ناس فاستغلها. فلما بتيجي 2018 بيعمل كذا عمل منهم الحلو والوحش يعني. مثلا شارك في فيلم ليله هنا وسرور مع محمد امام تاني، دور حلو قوي، وعمل مشاهد بتضحك مع ياسمين صبري. تخيل ان ياسمين صبري طلعت ضحك بسببه. وبرضه بيعمل بطوله مشتركه مع مصطفى خاطر في مسلسل ربع رومي. عموما انا بحب المسلسل ده جدا وشفته كذا مره، وفرضياته بتضحكني بصراحه، وغالبا هتلاقي في الشورتس فيديو عنه لو انت حابب تسمع كلام عنه باستفاضه يعني. انما في 2019 بيشارك في مسلسل بدل الحدوته 3، القصه الاولى منه بس اول 10 حلقات. مسلسل بدل الحدوته 3 ده من اغرب المسلسلات اللي دنيا سمير غانم عملتها. انا عمري ما فهمت المسلسل ده، عمري ما كملت ال 30 حلقه على بعض. انا مثلا اشوف حلقه من هنا على حلقه من هنا على حلقه من هنا بس تمام يعني. هو مسلسل يعني مش عارف والله، مش عارف اقول عليه ايه. برضه بيشارك في فيلم وحش جدا اسمه الفلوس مع تامر حسني. والله ده فيلم عجيب يعني. انا مش فاهم. تامر حسني كان عامل 6 باكس جرافيكس، انتوا متخيلين احنا فين؟
انما لما تيجي 2020 يشارك في اكتر فيلم ملوش لازمه في التاريخ، فيلم الغسال. انا ما اعرفش ايه ده، والفيلم ده اتعمل ليه اصلا؟ الفيلم ملوش لازمه وفيلم فاضي جدا، ولا بيضحك ولا بيزعل ولا اي حاجه، بس محمد سلام قدر يعوضنا بعملين جامدين، اولهم فيلم وقفه رجاله، فيلم عبقري يا جماعه. الفيلم ده مش واخد حقه اطلاقا، وهو بيموت من الضحك حرفيا. وبرضه يعمل بطوله مشتركه جديده مع محمد عبد الرحمن توته بعنوان جمجم وبمبم، مسلسل حرفيا فاجر. المسلسل ده جامد قوي واتظلم قوي برضه وقت نزوله. ولما تيجي 2021 يعمل فيلم اسمه ماما حامل، فيلم سبوبه يعني، انت عارف ان كل الممثلين دول خدوا وجبه وفلوس واشتغلوا يعني. بس في نفس السنه يشارك في عمل انا بشوفه مظلوم جدا مع انه حلو قوي، وهو فيلم للايجار. الفيلم اللي عمله مع خالد الصاوي اللي كان فيلم في منتهى الجمال والروقان حرفيا. الاداء الدرامي لمحمد سلام في الفيلم ده كان فوق الممتاز، انا اتفاجئت بيه، كنت اول مره اشوفه بيمثل دراما. فيلم حلو، فيلم رايق عن علاقه صداقه بتنشا ما بين شاب مكتئب وراجل عجوز وحيد. انا رشح لك الفيلم ده جدا جدا، لو انت لسه ما شفتوش هيحسن مودك بنسبه كبيره يعني. في 2022 يشارك في فيلمين رايقين جدا بالنسبه لي، اولهم حمل اللقب. حرفيا تلتين كوميديا الفيلم ده شالها محمد سلام على كتافه، زي ما عمل في الفيلم التاني معانا وهو فيلم عمهم. ناس كتير قوي تقول ان هو فيلم محبط، معرفش ليه، انا بحب عمهم قوي. عمهم فيلم حلو، فيلم اكشن كوميدي مسلي يعني، فيلم عادي. محمد سلام كان عامل كاركتر جامد فشخ فيه، سعيد 60. وفي الفتره اللي ما بين 2022 ل 2024 اشتغل في الكبير 6 و7 و8. انا اتكلمت عن المواسم دي اكتر من مره، سواء في حلقه حاتم صلاح او حلقه مصطفى غريب. لو انت عايز تسمع كلام عنهم يعني يبقى ارجع شوف الحلقتين دول، هتلاقيهم في التشانل عندي. في 2023 بقى بيعمل مسلسل لذيذ جدا اسمه جت سليمه، مسلسل حلو قوي، كميته مع دنيا سمير غانم جميله جدا. العالم الخيالي اللي كان مبني كان مبهر بالنسبه لي، عيبه الوحيد ان هو كان مسلسل طفولي حبه، فده خلى ناس كتير قوي ما تحبوش. بس بصراحه المسلسل ده لو اتعرض قدامي تاني انا هتفرج عليه ومش هبقى متضايق خالص يعني. في نفس السنه ينزل الفيديو اللي حرفيا شقلب حياته وقلب الوسط الفني كله. فانا مش متخيل الصراحه يعني ان انا هروح اعمل مسرحيه واهزر واغني وارقص، واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا. الفيديو ده ممكن يكون غير مسيرة محمد سلام كلها وشقلبها حرفيا رأسا على عقب. من بعد الفيديو ده وطلع عليه كلام كتير قوي انه اتقاطع ومش هيمثل تاني في مصر، وانه مش هيمثل في الاعمال اللي من انتاج سعودي، وان تركي الشيخ منتهضه. وناس قالت ان هو فتح محل بيتزا عشان يأمن نفسه، وان هو يبعد عن التمثيل ومش عارف ايه. في وسط المعركة دي في 2024 نزل له فيلم برضه اسمه بضع ساعات في يوم ما. بالمناسبة دور محمد سلام فيه كان دور حلو قوي، شخص انتهازي واستغلالي ومتحكم، رغم ان الفيلم مش اقوى فيلم في الدنيا، بس بجد دور سلام فيه كان حلو. بس لحد السنة اللي احنا فيها دي يعمل اول بطولة مطلقة ليه بمسلسل كارثة طبيعية. وقت كتابة وتسجيل الحلقة دي نزل من المسلسل 6 حلقات، وهو لو كمل كده فهو هيبقى احسن مسلسل في السنة. مسلسل دارك كوميدي درامي واقعي، محمد سلام فيه اداء رائع، سواء بقى الاداء الدرامي اللي عامل فيه شغل عالي جدا، او الاداء الكوميدي اللي عامل فيه شوية رياكشنات عظيمة. والمسلسل مكتوب حلو، المسلسل اخراجه حلو، الممثلين كلهم عاملين اللي عليهم، فانا مبسوط بالمسلسل ده جدا. في الاخر محمد سلام ممثل كواليتي عالية قوي، يقدر يعمل جميع الادوار ومتنوع قوي في اعماله. فما تنساش تكتب لي تحت ايه اكتر دور انت بتحبه لمحمد سلام، ولو انت لسه مكمل لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، فكمل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، اشوفك في حلقة جديدة، سلام.